الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. اعتمد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ سنوات مبادرة تهدف إلى دعم الشواذ، أو كما تسمى في الإعلام بالمثلية. وتم التوافق بين الاتحاد ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية على تخصيص الجولة 13 من كل سنة لإظهار الدعم بوضع ألوان قوس قزح على شعارات الأندية، وذلك في حساباتها بالتواصل الاجتماعي ولدى الاتحاد، وعلى شارات قائدي الفرق والقمصان بجانب سترات الإحماء ودخول الملعب. لكن هذه المبادرة، والتي تجري في أوقات أخرى من السنة، تصطدم بشكل مباشر مع المعتقدات الدينية، خاصة للاعبين المسلمين والذين يلعبون لعدد من الأندية الإنجليزية، بل حتى باتت تجد معارضة شديدة من بعض اللاعبين المسيحيين، الأمر الذي يثير الجدل في كل مرة يصل وقت هذه الجولة 13. في التقرير التالي نلقي الضوء على أبرز اللاعبين المسلمين الذين رفضوا هذه الشارة انتصارا لدينهم. بطل القصة الأبرز نجم منتخب المغرب ومانشستر يونايتد الظهير الأيمن نصير مزراوي. مزراوي مواليد مدينة ليدردورب الهولندية سنة 1997 لعائلة مغربية تعود جذورها إلى مدينة تطوان. من فريق الشباب وحتى الكبار برز مع أياكس، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني في 2022 قبل أن يغير وجهته منذ الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد. يعرف عن مزراوي تدينه ومحافظته على صلواته، حتى أنه خلال الصيف الماضي فضل أداء مناسك الحج على الالتحاق بمعسكر للمنتخب المغربي. موقفه الرافض للشذوذ الجنسي بدأ بخبر نشر على موقع ذي أتلتيك البريطاني، جاء فيه أن مانشستر وقبل لقاء الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون، كان مقررا أن يرتدي اللاعبون سترات عليها إشارات لدعم الشواذ خلال فترة الإحماء قبل المباراة، إلا أن مزراوي قال لزملائه وأعضاء الجهاز الفني بأنه لن يرتدي أي قميص عليه إشارة الشواذ التزاما منه بتعاليم دينه. النادي اتخذ قرارا غير مسبوق احتراما للاعبه، قرر إلغاء المبادرة والاكتفاء بأن يحمل الشارة قائد الفريق فقط، البرتغالي برونو فرنانديز. قصة مزراوي تصدرت الصفحات الأولى في الإعلام البريطاني والعالمي، وحظي اللاعب بتعاطف ودعم كبيرين من المسلمين وحتى من غير المسلمين، كونه احترم دينه ومعتقداته ولم يلق بالا لأية عقوبات قد يتم توقيعها عليه، فلا شيء بالنسبة له يعادل خسارة دينه. النادي الإنجليزي من ناحيته قال في بيان صحفي إنه لن يجبر أي لاعب على أمر لا يريده، وهنا المفاجأة التي قد لا يعلمها الكثيرون، إذ بخلاف اتحادات أوروبية أخرى لا يتم إجبار لاعبي الأندية الإنجليزية وحتى قائدي الفرق على حمل الشارة إن عبروا علنا عن عدم رغبتهم بذلك. مدرب مزراوي حديث العهد بمانشستر يونايتد البرتغالي أموريم معجب للغاية بالإمكانات الفنية الكبيرة لمزراوي، ولطالما اعتبره ركيزة أساسية في مساعيه لتطبيق فلسفته التدريبية مع مان يونايتد. وفي ذلك اللقاء أمام إيفرتون أهدى مزراوي وزملاؤه أموريم أول فوز له منذ توليه المهمة خلفا للهولندي تين هاغ. مزراوي الذي تألق مع زملائه في مناسبات سابقة مع المنتخب المغربي، ولعل أبرزها وصولهم إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، له سيرة طيبة كذلك خارج الملعب، إذ كان سباقا إلى إظهار دعمه لقضية فلسطين، مستهجنا العدوان من الكيان على قطاع غزة، ما تسبب في توتر مع ناديه وقتها بايرن ميونخ، انتهى بانتقاله منه الصيف الماضي إلى مان يونايتد. أيضا سبق ودعم مواطنه زكريا أبو خلال في موقف الأخير ضد شارة الشواذ مع ناديه الفرنسي
تولوز، وذلك في السنة الماضية. كما سبق وتبرع بمكافأة المونديال برفقة زميله ورفيقه السابق في أياكس حكيم زياش لصالح أعمال الخير في المغرب. الوقوف ضد سرطان دعم الشواذ لا يتوقف على مزراوي، فالقائمة تشمل أيضا لاعبين مغاربة ومصريين وسنغاليين وآخرين، منهم المصري سامي مرسي قائد إبسويتش تاون الإنجليزي، وحصل ذلك خلال نفس الجولة 13. مرسي أيضا اشتهر بموقفه الداعم باستمرار لغزة ضد عدوان الكيان، وكان طبيعيا أن يرفض طلب ناديه بارتداء إشارة العار، الأمر الذي قام به سابقا حين كان يلعب لنادي ويغان. مرسي كما مزراوي أجبر ناديه على احترام معتقداته، وخاض مرسي لقاء نوتنغهام فورست بالشارة العادية. بيان إبسويتش لم يتأخر وجاء فيه: نحترم قرار قائدنا سامي مرسي والذي جاء التزاما منه بمعتقداته الدينية. الغريب في الأمر أن لاعبا غير مسلم صنع الحدث أيضا في هذه الجولة، وكان قائد كريستال بالاس مارك جيهي الذي يلعب لإنجلترا وفي رصيده 22 مباراة دولية. جيهي شارك في لقاء إبسويتش بشارة كتب عليها فوق شعار قوس قزح عبارة أحب المسيح، ما أثار جدلا كبيرا وانتشرت دعوات لمعاقبته. الاتحاد الإنجليزي وناديه اعتبر أن الأمر لا يستوجب معاقبته. قبل مزراوي ومرسي سبق وأن قام لاعبون مسلمون بالأمر نفسه، لعل أبرزهم العاجي يايا توري اللاعب السابق لمان سيتي، حين تنازل عن الشارة في لقاء بيرلي بالجولة 13 في موسم 2017، والنجم المصري محمد صلاح الذي رفض ارتداء القميص وكذلك حذاء عليه شعار الشواذ في مواسم سابقة. ومعهم لاعبون آخرون نذكر منهم المغربي نور الدين مرابط حين كان يلعب سابقا مع واتفورد، واللاعبون المصريون سابقا في أندية هال سيتي محمد ناجي، وويست بروميتش أحمد حجازي، وستوك سيتي رمضان صبحي، وأيضا النجم الجزائري السابق لمان سيتي رياض محرز. الموقف الإنجليزي المتسامح نوعا ما تقابله مواقف متصلبة في باقي أنحاء أوروبا، وقودها الإسلاموفوبيا، أبرزها فرنسا بالذات، الدولة التي لطالما اشتهرت بالتضييق على اللاعبين المسلمين. في موسم 2023 تصدر العناوين خبر رفض عدد من اللاعبين قرارا فرنسيا في هذا الخصوص، وكان بينهم المصري مصطفى محمد لاعب نانت، والذي حظي بدعم كبير من المسلمين، بل حتى الأزهر الشريف أظهر دعمه العلني والصريح له. في مقابل ذلك كان التهديد والوعيد من قبل الاتحاد الفرنسي ووزارة الرياضة ومسؤولي نادي نانت. الأمر نفسه تعرض له المغربي زكريا أبو خلال مع تولوز، حين قرر برفقة 3 من زملائه وهم الجزائري فارس شيبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارة رفض حمل شارة الشواذ خلال إحدى مباريات الدوري الفرنسي. وعاد عدد من هؤلاء اللاعبين ورغم العقوبات، ولم يغيروا موقفهم الرافض لكل ما فيه دعم للشواذ. لكن ما حصل مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريس أجاي في مايو من سنة 2022 دخلت فيه العنصرية أيضا، إذ تم التهجم على إدريس بأشنع الأوصاف من قبل اليمين المتطرف في فرنسا، وكذلك توعده كبار مسؤولي الرياضة بعقوبات مغلظة، وتم التحقيق معه من قبل لجنة الأخلاق في الدوري الفرنسي، وقام ناديه أيضا بالأمر نفسه. إدريس رفض ارتداء قميص عليه إشارة دعم الشواذ خلال مباراة أمام مونبلييه، وفضل الغياب على أن يجبر على ذلك. حظي إدريس بدعم الأزهر الشريف ورئيس بلاده في السنغال وقتها ماكي سال، وتعاطف واسع لدرجة إطلاق رواد التواصل واسم We Are All إدريسا لإظهار الدعم له. إدريس ملتزم دينيا وأدى مناسك الحج سابقا، كما اشتهر بأعمال الخير في السنغال، ونتيجة للمضايقات ضده في فرنسا والتي لم تتوقف، إذ اضطر إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وحمل قميص إيفرتون الذي يلعب له حاليا. الغرب الذي يدعي احترام حقوق الإنسان وحق المعتقد وحرية التعبير ينتفض غضبا إذا قرر لاعب مسلم رفض ما يصطدم مباشرة بتعاليم الدين الإسلامي السمح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة حتى يصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله.